عندما تعطيك الحياة فرصة من جديد، ولكن أنت تأبى أن تعيشها. لما الرياضة بتديك فرصة وأنت مع الأسف ما تستحقهاش، يبقى دي النتيجة. بعد تعادل إنبي النهاردة مع الزمالك، مع الأسف الشديد كان مفروض إن فرقة النادي الأهلي أو مدرب النادي الأهلي يبقى منظرهم غير ده. كده الماتش أصلا لسه ما خلصش، أنا بعمل الفيديو دوت بعد الشوط الأولاني ما خلص. مش دي منظر فرقة أصلا عايزة تاخد دوري. ولكن كشف الحساب بادئ من اول الموسم، مش من دلوقتي خالص. كشف الحساب بادئ من بدايه الموسم لما حضرتك كمجلس اداره استغنيت عن النحاس قبل كاس العالم، وجبت مدرب احنا ما نعرفش عنه اي حاجه. الدوري منتهي لما استغنيت عن 2 لعيبه روحهم كانت اعلى روح في فرقه النادي الاهلي، علي معلول والسولية. والاتنين لغايه دلوقتي بيأدوا احسن من اي لعيب عندك في مركزه، فيما عدا مروان. يعني السولية بيلعب في النص، ما اعتقدش ان مستوى السولية اقل من ديانج. اما بقى بالنسبه لعلي معلول فحدث ولا حرج. حضرتك مغير لغايه دلوقتي 4 لعيبه في مكان علي معلول وما جبتش بديل له. مش عارف توصل لنص مستوى علي معلول. والكلام ده من السنه اللي فاتت برضه. يعني علي معلول لما لعب الماتشات الاخيره مع عماد النحاس، وبالرغم انه ما كانش بيلعب الماتش كله، يا دوب تلت ساعه ولا حاجه، اثبت بعد ما كان راجع من الاصابه، اثبت انه لعيب ابن نادي الاهلي. مين في نادي الاهلي بيلعب النهارده عنده روح؟ انا بتكلم على الشوط الاولاني، انا ماليش دعوه بالشوط الثاني خالص وما شفتوش اصلا كمان. ياسر وتريزيجيه بس، ومروان. ياسر، تريزيجيه، مروان. الثلاثه دول بس هم اللي شايفين ومقدرين قيمه التيشيرت بتاع النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي. غير كده ولا اي حاجه، ولا اي حاجه خالص. انت كنت فين بعد ما خرجت من افريقيا كمجلس اداره؟ مش عايز تقيل المدرب عشان خاطر العقد بتاعه؟ ومين اللي جاب العقد بتاعه ومين اللي عمله غلط؟ مش انتوا كمجلس اداره؟ مش انت كمجلس اداره انت اللي عامل العقد بتاعه غلط؟ مين السبب؟ ما كنتش عايز تقيله علشان خاطر الفلوس اللي هتدفعها؟ طيب اديك هتدفع ضعف الحاجات دي خسائر ماديه. خساره دوري، مفيش افريقيا، هتلعب كونفدراليه اللي جوائزها ما تجيش اي حاجه قدام الشامبيونز الافريقي. وفي الاخر خالص فرصتك بقت ضعيفه علشان كاس العالم للانديه. كاس العالم للانديه فرصتك بقت ضعيفه فيه، فخسرت علشان خاطر انت عامل حاجه غلط من الاول. خسرت كل الملايين اللي جايه دي. بس انت كمجلس اداره تستاهل. زي ما قلت كده، قالت عماد النحاس اللي ما كانش المفروض يقال. جبت مدرب في اخر 5 ماتشات جاب لك دوري، تكيله ليه؟ ليه؟ لعيبه بتلعب بروحها، علي معلول والسوليه، تستغنى عنهم ليه؟ ليه؟ وانت مش عندك البديل الكفء او البديل الناجح في نفس المكان. قيس على ده كله بقى، قبل ده كله ما جبتش مهاجم اصلا. يعني انت اصلا ما جبتش مهاجم خالص. لا محمد شريف ولا بشكوشو اللي انت رحت جبته في نص الموسم، ولا اي حد مهاجم. مفيش عندك مهاجم عشان تعوض بيه وسام. استفدت من وسام؟ استفدت من وسام. طيب وبعدين؟ استفدت من وسام. انا كنت مع بيع وسام، ما كنت مع بيع وسام. ولكن فين اللي انت جبته؟ ما دام ما كنتش عايز تجيب بقى، لا كنت خليت كده لاعب من الناشئين يلعب الدوري دوت، وتخليه موجود على الاقل كده زي ما بيقولوا ايه، يكسب حساسيه المباراه. يبقى الموسم الجاي اللي انت استغنيت عن الموسم دوت خلاص كده من قبل كده، وما انت ما عندكش مهاجم، ويستروب من الاول بيقول ما عنديش مهاجم. لا كنت طلعت بقى مهاجم من الناشئين كده، واستغليته على الاقل اسمه ابن النادي. زي ما ابن النادي كده اللي بيلعب محمود تريزيجيه سوري. غير كده ولا اي حاجه. خسرت دوري، خسرت كاس، خسرت افريقيا. خسرت افريقيا السنه الجايه لانك مش موجود فيها. والله اعلم ايه اللي موجود وبعد كده في ال4 ماتشات اللي فاضلين. ده لو وصلنا كمان كونفدراليه بالمنظر بتاع اللعيبه دوت، لو وصلنا كمان ولعبنا السنه الجايه كونفدراليه. صباح الخير على مجلس اداره النادي الاهلي.